السلام عليكم البنات، صباح النور وصباح الياسمين. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وجمعة طيبة ومباركة على الجميع. كيما اليوم كيما عودتكم مطبخ زاد نجيكم بالوصفات السريعة وممتون بنينة. كيما اليوم عندنا كيكة محشية روعة في البنة، ونشوفوا معا المقادير. عندنا 3 بيض، عندنا نص كاس سكر ونص كاس زيت لافاني، كاس إلا ربع حليب، وكيس تاع خميرة كيميائية. ونشوفوا معا طريقة التحضير. هنا في بلاندر ولا باتور ولا مام الفوي إذا ما عندكش. نحط 3 بيض بدرجة حرارة المطبخ كما تعودنا، ونزيد نضيف رشة تاع ملح. عندي نص كاس سكر ونص كاس زيت نباتي، ونزيد ملعقة صغيرة لافاني وكاس إلا ربع حليب كذلك يكون بدرجة حرارة المطبخ. هنايا نخلطوا كامل المكونات غاية في البلندر كيما راكم تشوفوا حتى اللي يذوب السكر لازم يذوب. من بعد نقلوه ونحطوا الخليط تاعنا في ان ريسيبيون باش نجمو نزيدو نضيفوا النواشف. هنا في مصفات رايحه نضيف كاس تاع فرينه نغربله مع كيس تاع خميره كيميائيه. هنا بلا ما ننسى سعه الكاس تاعي هي 220 مليلتر. نخلطو بعد ما كنا غربلنا الفرينه والخميره الكيميائيه، نخلطو كامل المكونات بهذه الطريقه. هنا نمزجو غايه، وهنا كي تخلطوا السوائل في البدايه خلطوهم غايه حتى اللي يذوب السكر وتشوفوا الخليط تاعكم بياض عاد باش تضيفوا الفرينه. وهنا زدت ضفت نص كاس تاع فرينه، صادير هنا عندي اون تو اي بورتو عندي كاس ونص تاع فرينه مغربلين بهذه الطريقه. ونخلطوا كامل المكونات كما راكم تشوفوا. نخلطوا الكل. من بعد رايحه نجيب البلاطو اللي رايحه نحط فيه او نخدم فيه الكيكه تاعي. هنايا في بلاطو هكا كيما راكم تشوفوا غون ولا اي بلاطو عندك تضيفي له الزبده والفرينه باش من بعد ما تلصقناش الكيكه تاعنا كيما راكم تشوفوا. من بعد هنا الخليط رايحه نضيف نصف تاعه، رايحه نضيف غير النص. في هذا الاثناء نكون شعلت الفرن هنا على 180 او 170 درجه، ونحطه في الرف الثاني. لو فات اللي تحمر لي شويه من تحت نشعل لها من الفوق غير لو فات اللي تجمد، صدير ما تخليهاش تتحمر غادي تجمد لك غير شويه وتقلعيها. من بعد هنايا الحشو اختياري. انا هنا ضفت مربى الكرز، تنجمي تضيفي مربى المشمش، تنجمي تاني تضيفي الشوكولا، صدير هنا لك الاختيار. انا عطيتك الفكره والوصفه تاع الكيكه. ضفت هنا مربى الكرز، شو هنايا الا ضفتي الشوكولا ولا مربى المشمش صدير هنا الحواف ما لازمش توصليهم باش من بعد في الفوغ ما يخرجلكش هذاك الحشو بهذه الطريقه. وهنايا اللي راه باقي لي هذا المزج اللي راه باقي لي ضيفي له ملعقه ولا 2 تاع حليب باش نخفوه شويه، وكنحطوهم الفوق يمشي لنا كاع فوق الكيكه. باسكو كون تضيفي هكاك ثقيل ما رايحش يتمشى لك غايه، صدير ما رايحش يغطي لك كاع الحشو. على بيها زدنا ضفنا ملعقه او 2 ملاعق تاع حليب باش يخفف لنا غير شويه، ونجمو نمشوه فوق الحشو كيما راكم تشوفوا، ونعاودوا ندخلوه للفور. شاولا في هذه المرحله رايحين نشعلوا له غير من الفوق. شاولا البلاطو تاعك هوديه كاع لتحت ونقصي ميم كي تشعلي من الفوق ونقصي باش طيب لك غايه وما تبقالكش خضره من الداخل. وفوالا النتيجه. هنايا خليها تبرد تماما وقلبيها في عصيات، والتزيين من الفوق راح يكون اختياري. نجمي تضيفي الشوكولا ولا مربى المشمش. انا ضفت نفس الشيء اللي ضفته في الحشو، مربى تاع الكرز، والتزيين يكون اختياري. ضيفي مكسرات، ضيفي حلويات، الشيء اللي متوفر عندك واللي يفضلوه افراد الاسره تاعك. وفوالا الكيكه تاعنا ما شاء الله. هنايا هذه كفكره. نطيبوا الطبقه الاولى ونزيدوا لها الحشو، بعد نزيدوا الطبقه الثانيه ونشعلوا لها غير من الفوق. صدير كي نزيدوا الطبقه الثانيه ما نشعلوش من التحت، صافي نشعلوا غير من الفوق. شاولا نقصوا لها. شوفوا من الداخل ما شاء الله كيفاش تكون مع الحشو. الصدير هذه الكيكه ما تجيكمش ناشفه
والاطفال يموتوا على هذا الشيء، صدير يبغوها بزاف. شوفوا ما شاء الله مع الحشو. هنا الحشو يكون اختياري كما قلت لكم، مام بالشوكولا تجي روعه. ان شاء الله جربها كل اخت في هذا الويكاند، تفرح بيها وتفرح بها افراد الاسره تاعها. ومبقى لي غير نبقيكم على خير وفي امان الله، والى وصفات قادمه توجور مع زاد كويزين، ونقول لك تعيشي وتفني في كوزينتك. سلام.